انا عايزه اقول لحضرتك انا ست كبيره. طيب. وعندي 60 سنه. أيوة. وكنت متزوجه وجوزي مات شهيد في 73. الله يرحمه. وانا من ساعتها بشتغل وبشقى وبساعد امي، لان امي هي اللي قاعده في البيت واخويا واولاده ومراته وكده يعني. ايوه. طبعا انا ليا في البيت وعندهم حته ارض كده كام ايراد كده انا ليا فيها برضو، سايبه لهم كل ده، وحتى المعاش بتاعي اللي هو بقبضه معاش مبارك بقبضه بسيبه لهم برضو، وبشتغل وبساعدهم وبساعد بجهز لبنات اخويا الاثنين بجهزهم، ويعني كل شغلي ليهم ما بعملش حاجه ليا. وفي الاخر دايما كل ما انزل اجازه ولا حاجه يبقى يحصل مشاكل، وامي تاخد الفلوس من هنا وتبدا المشاكل من هنا، ودايما يعني تزعق معايا وتزعل مني، وهم بقى كلهم تلاقي مرات اخويا تقول زي ما هي بتقول تعوم على عمها يعني، واخويا نفسه وكل حاجه. فانا دلوقتي زهقت وتعبت وما بقاش فيا صحه بقى لا الشغل ولا الحاجه، ويعني ايه حاسه ان انا ايه مفيش تقدير، ما بيقدرونيش. فانا دلوقتي كل اللي انا عايزه اعمله ان انا عايزه اقطع المعاش عنهم واروح اقعد في دار مسنين ولا في اي حاجه، وبس كل المشكله ان زعل امي. اعمل ايه في زعل امي؟ خليها تزعل كمان شويه، ما تزعلش عادي، يا ريت تزعل امك اوفر شويه الظلمه دي على طول في وش كده. يا حبيبتي امك لو انت قطعت المعاش هتعرف تعيش ولا لا؟ لا طبعا هيأثر معاهم جامد. يأثر وماله، خليه يأثر بس يعيشوا مش هيشحتوا يعني. استني يا اختي اتعلموا دينكم لله يا اختي. انا بشتغل ويعني وشقيانه. انا سامع كل كلمه بتقوليها، انا سامع كل كلمه، انا سامع كل كلمه بتقوليها. ده يا حبيبتي اسمه في الموعظه الحسنه من زمان وانا بقولها عكا يعك وعكا، وهي مقلوبه يا حبيبتي، عكا يعك وعكا، بغض النظر عن التقدير. حتى لو ببوس ايديكي ويقدروا يعيشوا من غير انت ما تبعتي كل شهر، يبقى لازم يعيشوا، وانت تبقي موجوده فلوسك قد كده، وتدري ان لا قدر الله كتبت لواحد فيهم ابره ثمنها غالي قوي 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 قوي، تقومي تجيبيها له. والاجازه نسيت اسالك، كل ما تنزلي اجازه منين يا حلوه؟ انت مسافره بره؟ انت مسافره بره ولا جوه مصر؟ لا بشتغل في مصر. يعني في القاهره يعني، عشان معظم الناس وهم في الغربيه. يعني في القاهره وهم في المنوفيه، بلاش الغربيه، خليها بلدنا وامسحي فيا. يا حبيبتي في حاجة اسمها ابدأ بنفسك أولا، قالها النبي عليه الصلاة والسلام. انت بتشتغلي مرتبك ليك، والله وقعوا في أرابيزك وكانوا بعيد عنك عجزة وجالهم كلك فشل كلوي ولا بيتحركوش، يبقى أمرك إلى الله ويجري عليهم يا أخي. إنما يقدروا يعيشوا ومش هيشحتوا، يعيشوا على قدهم يا أخي. وانت تشوفي مطالب القاهرة اللي هي نار جهنم، مش زي الغربية ولا المنوفية، نار جهنم. اللي عايش في القاهرة هنا عايش في نار جهنم. أهالينا في الريف مش فاهمين دي، لأن هم من جواهم صراصير مش هتنضف ابدا الا اذا اتعلموا الدين وعدلناها. هم مفكرين في الارياف كل اللي عايش في القاهره اي شارع يمشي فيه يلاقي 10000 جنيه على الصبح كده مجانا، لكن هم غلابه. ودي فكره مقطرانه ب 60 قطران. اللي عايش في القاهره الهوا بفلوس، والميه بفلوس، والبلا الازرق بفلوس. هناك ممكن يتصرفوا كويس قوي. اللي يرضي ربنا عشان دي تتعدل، مفيش حاجه اسمها اقطع لانهم ما بيقدرونيش، دي رونج. والدبلو ما بتنطقش، دبلو RONG ما بتنطقش الدبلو. الصح ايه؟ ان مرتبك وشقاكي ومعاشك بتوعك، وبعدين تشوفي هم محتاجين قد ايه. مش ده بسيبه وده بسيبه والمراس سايباه. اي دين هذا؟ الاجابه